حبايبي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحيحه مزيان؟ اموركم مزيانه؟ نتوما بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفرحانين وناشطين وسعيدين، وحياتكم يعني كلها فرح، كلها سعادة، كلها نشاط، كلها يعني اي حاجة زوينة تمنيتوها في حياتكم تلقاوها. حباب ديالي وحباباتي الغاليين العزاز اللي يخطيكم عليا، كنبغيكم بزاف بزاف، خوتي خواتاتي داخل المغرب وخارج المغرب وجميع الدول العربية بصفة عامة، وكل من عندي في القناة ديالي المشتركين ديالي الاوائل ولا الجدد. راني تنبغيكم بزاف بزاف عزاز وغاليين، وما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم على الشعور ديالي. راني تنبغيكم بزاف، الله يخليكم ليا حبابي حباباتي. شكرا على التعاليق الزوينه، شكرا على الدعم، شكرا على كل شيء اللي خدتكم عليا. ايوا مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد في قناه يوميات ميمي. كما العاده كندير لكم شويه الشو، كنضحك معاكم لا خدتكم احباب ديالي. المهم كما شفتوا لحدا كاع ايوا نجمعوا شويه الدار. شاركت معكم هذا الفيديو البسيط، نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا خدتكم عليا. وراكم كتعرفوا هاد الفايانس البيض يعني دغيا كيتكرفس، ديما سيق وعاود جفف وعاود. هكا الارضيه الا كانت بيضه شويه صعبه، يعني دغيا كتكرفس دغيا كتلمع. المهم هاد الصباح هذا جمعت الدار كما كنشارك معكم يا في الفيديو او لا بلا فيديو، يعني راه ديما داكشي اللي كنديرو في الفيديو كنديرو يوميا. وبان لي هاد شويه اليوم ما شاء الله صبات الشتاء وتعرفوا دخل وخرج شويه تلمع، وقلت راه نسيقو ونحيدو عليا نضرب له واحد الحكه. كما شفتوا حباب ديالي شويه صاني كروه وصافي. واحد صاني كروه كيعجبني، راه حدا رجليه ديال العود ريحته زوينه، كناخذو دائما ريحته خفيفه وزوينه، وهو اللي كنسيق به. المهم حباب ديالي كما شفتوا سيقت الدار من الداخل، ما عندناش شي سطوان كبير، عندنا هذيك الدخيله وداك الجليش تيبقى ملمع. المهم حكيتو شويه بس شويه تصاني كروه، وقلت علاش لا ندوز معايا حتى يعني حتى الدروج والدوش حاشاكم وهاد الدريجات وهاد الدخيله هادي ديال الدار. ايوا هادشي اللي كاين. صبحنا على تماره والشقا والنقا. لا خدتكم احبابتي، راكم عزاز وغاليين، ديروا فيكم شويه الحماس. هادشي اللي كاين. تنبغيكم بزاف بزاف، تنشكركم بزاف احباب ديالي على كل شيء، على اللايكات، على التعاليق، على كل شيء اللي خدتكم عليا. راكم عزاز وغاليين. وصافي غادي كما شفتوا راه صافي غادي نحك هاد الدروج وغادي نهبطهم حتى لتحت، نضرب لهم واحد الحكه هي هذيك. المهم ماشي دائما صراحه الله كنسيقوهم، مره اي مره كتعرفوا الدروج اغلبيه يعني عيش الطيبه والجفاف، ولكن شويه بانوا ليا ضروري خصهم واحد الحكيكه خفيفه. وقلت راه نهودهم معايا وسيقتهم. وهادشي اللي كاين احباب ديالي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي يخطيكم عليا، وخليوكم معايا ما تمشيو فين. مازال غادي نهبط هاد الدروج حتى لتحت، نحكهم ونشللهم وعاد ندير لهم واحد بالكراطات كريطه خفيفه ونعاودهم بالجفاف. لا اله الا الله، الشقا ما كيساليش، تما ما كتساليش، شغل الدار ما كيساليش، ولكن ماشي مشكل. يعني كيجيني عادي جدا شغل الدار، يعني عادي وزوين كيعجبني. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى غادي نسالي. حبابي حباباتي الغزالات، ما تمشيو فين، خليوكم معايا في الفيديو وفرحوني، الله يفرحكم لينا خدتكم عليا. وغادي نبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نوجد لكم واحد الكيكه زوينه بزاف اللي ديما تنديرها، يعني كيكه ديالي كنديرها دائما، كنديرها بعصير الليمون واللوز والزبيب، كتجي زوينه والمذاق ديالها هائل جدا، كيجي مذاق رائع. وخصوصا يعني في الفصل تاع البرد، يعني فيتامين سي موجود في البرتقال. حنا هنا كنقولوا بعض الدول العربيه كيسميوه البرتقال، وكذلك بعصير البرتقال، فمزيان مصحي ومفيد، وانا كنستخدمه في الكيكه كيجي رائع. كتجي ديك الكيكه رطبه وزوينه.
مهم خليكم معايا حتى نسالي شغل الدار وتبقاو معايا في اخر الفيديو كيفاش غنوجد معكم الكيكه اللي خديتكم عليا حباب ديالي. راني تنبغيكم بزاف بزاف. وهنا احباب ديالي وحباباتي جيتكم مطبخ ديالنا المتواضع اللي على قد الحال. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. اللي خدتكم عليا حباب ديالي لاول مره غنشاركو معكم او يمكن ثاني مره ما عقلتش. مهم كنتمنى تقبلوا عليا اختكم غير درويشه وهي على قد الحال. المهم جيت نوجد معكم واحد الكيكه اللي هي زوينه انا شخصيا كنديرها مده هادي وقلت اليوم علاش لا نشاركها معكم اللي غادي تعجبكم وزوينه. وما حد دابا دخل الليمون الاسواق او البرتقال اللي غني بفيتامين سي. فكرني فيها صراحه الله وقلت نصايبها نتوما بامكانكم. انا درت غير يعني انا غنوريكم الكاس اللي درت. ماما حباب ديالي كما شفتوا جوج كيسان العنبه ديال زيت المائده، كاس سنيده وكاس الليمون. وهنايا كما شفتوا اللوز مقطع انا قطعته غير بالموس ما كنشريش داك اللوز فيلي هذا كنقطعو راسك بالموس طريفات هكذا يعني 3 دراهم تاع اللوز اولا 5 دراهم على حسب اللي بغيتو. انا هنايا دايره غير 3 دراهم. 3 دراهم الزبيب غسلته وحطيته كيتسقطر كما شفتوا. هنا 2 دانون ديال البنان، 6 ديال البيضات. هنا عندي تقريبا 1/4 ديال الطحين وزيد عليها 1 كاس. المهم نتوما عينكم ميزانكم راكم كتعرفوا القوام ديال الكيكه. وهنايا 2 سكر فاني. وهنا 4 ديال الساشيات ديال بيكين باودر او خميره كيماويه اللي خاصه ديال الكاطو او ديال الحلويات. وهذه زبده اللي عندهن بها القالب ديال الحلوه ديالنا. القالب تاع الحلوه اللي كتشدوه كدهنوه بالزبده وكترشوه بالطحين عادي جدا. هادشي اللي كاين حباب ديالي. دابا غادي نوجدها معاكم نوريكم الطريقه اللي كتصاوب غير بالطراب تاع اليد ما كديروها لا في مولينيكس لا حتى شي حاجه. هاد الكيكه كنخلطها غير بالطراب عادي وبسيط كما شفتوا. نعاود معكم مقادير 2 كيسان ديال زيت المائده ديال العنبه، 2 كيسان تاع العنبه، كاس تاع عصير الليمون او البرتقال، كاس تاع السكر سنيده، و6 ديال البيضات، وجوج ديال دانون او زبادي، 2 العلب ديال دانون بنكهه الموز او زبادي، وجوج ساشيات او 2 اكياس ديال سكر فانيلا. صافي وكتحركوا مزيان مزيان. بالنسبه للخميره كيماويه غادي نخلطها انايا مع الدقيق الخاص بالكيك او بالحلويات تقريبا 125 غرام
زائد نص كاس اولا 125 غرام وكاس تاع العنبه عامر. هذا هو القياس ديالي. المهم هي راه في حدود ديك الرابعه او زائد واحد كاس. المهم عينكم ميزانكم راكم كتعرفوا كيكه القوام ديالها كيفاش تيكون صافي. المهم كنبقى نضيف الطحين تدريجي تدريجي اللي خلطت معاه ديك البيكين باودر ل4 ساشيات ديال البيكين باودر ديال الكيك. كتخدموها شويه مزيان بالطراب لانه تتعرفوا يعني ديك الخميره خاصها تكون تاكدوا منها دابت ما بقاتش حبوب. هادشي اللي كاين احباب ديالي. انايا خدامه تنحرك وعاود حرك وعاود. المهم الكيكه صراحه الله كيجي مذاق ديالها زوين يعني فيها داك دانون او زبادي بنكهه الموز فيها البرتقال وفيها الزبيب واللوز. وبامكانكم تضيفوا لها التمر تضيفوا لها القرقاع فستق الجوز اي نوع من المكسرات كيعجبكم ديروه لكم حريه الاختيار على حسب كل واحد والامكانيات ديالو شنو كيفضل. هادشي كيبقى اذواق كتختلف. حتى التمر كيتقطع طريفات كيجي فيها زويون. المهم احباب ديالي انا عندي هاد القالب اللي داير كتجي فيه بحال البسبوسه. نتوما ديروا اي قالب تاع الكيك كما شفتوا راني كندهنوه بالزبده وغادي نرشوا شويه ديال الطحين اللي درت نيت في الكيكه مزيان باش كي تنجبدها من الفران صافي كتقلب ديك الساعه. ما كنتسناها لا تبرد لا والو لانني كندهن القالب مزيان مزيان بالزبده وكنرشو بالطحين. وصافي حباب ديالي دابا غادي نوجد معكم الكيكه. الزبيب بالنسبه للزبيب واللوز هذا راه كيبقى حتى كتوجدوا الخليط ديال الكيكه عاد كتضيفوه من الفوق. الطبقه الاولى كترشوا كنخوي نص تاع كيكه وكنرش الزبيب واللوز وعاد كنخوي النص الثاني وكنرش الزبيب واللوز كما غادي تشوفوا معايا دابا في الفيديو. هانتوما خويت النص تاع كيكه رشيت النص تاع اللوز وعاود نص رشيت يعني ضفت له فوق الكيكه النص تاع الزبيب وصافي. كنزيد النص الثاني ديال الكيكه كنفرقها على جوج. كندير الخليط الاول كنرش فيه شويه الزبيب واللوز وكذلك ما تبقى من الكيكه وكنرشها بهذه الطريقه هذه وكنديرها في الفرن على يعني العافيه النار لتحت والفوق. النار لتحت والفوق كتكون خدامه من التحت والفوق في الفرن على درجه حراره 250. وانتم كل واحد والفران ديالو كل وحده والفران ديالها كتعرف عينها ميزانها والحراره فاش كطيب كيكه. هادشي اللي كاين احباب ديالي كتخليوها حتى كطيب مزيانه كتجي زوينه كتجي تبارك الله غزاله ومذاق ديالها زوين زوين بزاف. وان شاء الله لا جربتوها غادي تعجبكم انا متاكده. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي محمره وكتجي رطبه وكتجي يعني مسقيه ماشي داك الكيك اللي كيجي ناشف لانه فيها الليمون وفيها الزبادي يعني دانون وفيها يعني اشياء بسيطه ولكن كتجي تعطيها واحد الطعم زويون. وشفتوا ما شاء الله يعني كتجي عامره بهاد الزبيب واللوز يعني كتجيب المكسرات زوينه. يمكن لكم تضيفوا كما قلت التمر او الكركاع او اي حاجه متوفره عندكم فستق اي حاجه. وكتجي محمره لا من الفوق لا من التحت وكتجي خفيفه غزاله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كنتمنى تعجبكم الكيكه ديالي ويعجبكم الفيديو ولهلا خدتكم عليا وراني تنبغيكم بزاف بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله.